محمد بالفعل يتواجد معي من الجانب العيناوي محمد عبيد حماد مشرف الفريق العيناوي. كابتن، بداية نقول لك هارد لك. أنا يعني في سؤال، أنت يمكن سمعت الجماهير، شفت الردود، الجماهير غير راضية، شفنا في نرفزة اليوم في الدكة عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، امور عاديه في مباراه مثل هذه، يعني ختام موسم واحنا نمر بظروف صعبه اليوم مثل ما شفت يعني ان الفريق ناقص، في نقص كثير، يمكن حتى استعنا بعدد من اللاعبين الرديف، وكذلك ايضا من لاعبي 18 سنه كاللاعب فرج جمعه. بالتالي احنا اللعيبه يعني اليوم حاولوا يؤدون ما في استطاعتهم، وطلعوا بنتيجه جيده في الشوط الاول، ولكن الارهاق والاصابات اللي حصلت والتغيير اللي حصل في الشوط الثاني. وفريق الشباب السنه هذه مقدم موسم جيد. خسارتنا هذه المباراه صحيح يعني كنا نطمع بتحقيق نتيجه ايجابيه في ختام الموسم، ولكن احنا في النهايه هدفنا تحقق في الجوله الماضيه، وان شاء الله تكون حتى من البدايه من المباراه هذه الختاميه ان تكون بدايه لفتره اعداد للموسم القادم ان شاء الله. جميل. نحن يعني ما دامنا خلاص يعني جميع العيناويه يريدون ينسون الموسم هذا بحلوه ومره، مع انه هو المر صراحه في اكثر من الحلو. نتكلم عن استعدادات العين للموسم القادم، بما انكم انتم قريب من الفريق. نتحدث بشكل مفصل شويه عن استعداداتكم، كيف جهزتوا الفريق للموسم القادم؟ اكيد انتم بديتوا الاستعدادات مبكرا. لا، هي خطط موضوع وبرنامج موضوع مقر من لجنة الكرة وموافقة مجلس الإدارة. هدفنا الأساسي كان هو تعدي المحنة اللي كنا فيها، والحمد لله بفضل الله وفضل لاعيبتنا ووقفة جماهيرنا تحقق المراد. وبالتالي من نهاية مباراة الجزيرة ومن هالأسبوع هذا الواحد بيبدأ يشتغل في تحضير المعسكر، لعيبة أجانب، مدرب إذا كان قادم. نتحدث عن الافكار هذه، نتحدث عن اللاعبين القادمين، البرنامج الموضوع من قبل الاداره الذي تم اعتماده من قبل اداره النادي. حدثنا شوي عن هذه الاشياء. لا، امور عاديه يعني لكل فريق نفس الاهداف ونفس الخطط لكل فرق الدوري يعني، ولكن كاسماء مثلا كلاعبين حتى كمدربين اذا كان ما بقينا على المدرب الحالي يعني، فان الاسماء مطروحه، ولكن كقرار نهائي لم يتم اي توقيع لاي لاعب ولا اي مدرب يعني. بالنسبه للاسماء المطروحه ممكن نتحدث عنها شيء لابو ظبي الرياضيه اكسكلوزيف، شيء خاص؟ والله عدد من المدربين ياتي على راسهم سكولاري وكذلك فوساتي وعدد من المدربين يعني، لكن لحد الحين مجلس الاداره لم يوقع مع اي مدرب. تقريبا قربتوا تخلصون مع من؟ هذا يعني سؤال من جميع العناويه، لا استفسار من جميع العناويه، كل العناويه يبون يعرفون اخبار ناديهم. لما يوقع رسميا سيتم ذلك بمعرفه المركز الاعلامي ويعقد مؤتمر صحفي، وان شاء الله يكون اذا حصل ان شاء الله يكون صفقه ناجحه للفريق ان شاء الله. هارد لك يا كابتن، ونتمنى ان شاء الله عوده الزعيم في الموسم القادم ان شاء الله. محمد، هذا كان حديثي مع